أغبى قرار ممكن تعمله في حياتك إنك تمسك أيفون. عارف إن في ناس ممكن تخش تنتقدني وتقول ده بيقول كده عشان هو فقير ومش لاقي ياكل، لو هو معاه ويعرف يجيب أيفون ما كانش قال كده. ولكن هو أصلا أنا معايا أيفون، ومن ساعة ما الأيفون نزل أصلا وأنا بحب التليفون ده. بس أنا ليا عليه تعليق، والتعليق ده هو مش تعليق، هو مجموعة تعليق، لا هو لوكش التعليق. بص، لو قررت تمسك ايفون في يوم من الايام فلازم تخلي الشاحن في جيبك 24 ساعة. خلي بالك الشاحن الاوريجينال، لو انت شحنته بشاحن مش اوريجينال فاعتقد كده البطارية هتتنفخ وتكسر لك الشاشة دي. لو فضلت تعمل كده على طول البطارية فعلا هتتنفخ وتكسر لك الشاشة. اي شاحن غير شاحن الايفون بيخلي البطاريه يجي لها انتفاخ وحموضه. رقم اتنين، لو انت طالع رحله مع اصحابك او خارج بره وعايز تشرب كوبايه قهوه ومش لاقي حد يعمل لك قهوه، انت ممكن تعمل القهوه على ظهر الايفون. وبالمناسبه ده مش ضحك، ده بجد، التليفون الايفون بيسخن سخونه لدرجه ان انت ممكن فعلا تعمل عليه فنجان قهوه من فوق. وطبعا لما بيسخن بيهنج وفجاه تلاقيه فصل خالص. رقم ثلاثة، التليفون الايفون عنده هابو اجتماعي، يعني مش اي تليفون بيعرف يندمج معاه. مثلا لو قررت تجيب ايفون في يوم من الايام، انسى بقى حوار ان انت تاخد برنامج من حد صاحبك والكلام ده. مؤخرا الايفون ابتدى يتحرر من الموضوع ده وبقى بيبعت صور، افلام، اغاني، ده اخر. فلو التلات اسباب دول مش فارقين معاك وعايز تمسك ايفون، روح اشتريه. هتقولي طب انت يا مايكل ليه ماسك ايفون؟ هقول لك انا في بيني وبين الايفون علاقه توكسيك.